يعني مهاب أنقذكن من رجال كانوا يشتوا يأذوكن. هل حصل شيء يا بنتي؟ لا ما حصلش أي شيء الحمد لله. مهاب جاء قبل ما يحصل لنا حاجة. الحمد لله. طيب طول الفترة السابقة وانتن عايشت في الشارع قبل ما يلقاكن مهاب أو كيف؟ أيوة اضطرونا أهل القرية نهرب قبل ما يلقانا مهاب بأسبوع. يعني في النهار كنا نعدي على قرى لكن ما حد استقبلنا، وفي العشي بندور لنا أي بقعة نرقد فيها نستتر عشان ما حد يلقانا. كل القرى اللي عدينا عليها يا شيخة ما حد رحب فينا. اضطريتن تهربين ليش؟ هم كانوا أبوكن، أين هم؟ ليش ما وقفوا لهم؟ أو ما بش معاكن أحد؟ أبي وأمي ماتوا يا شيخة. عمامنا ما بش عندهم هم إلا الورث. كلمناهم إنه إحنا ما نشتيش الورث، قالوا لا، وحاولوا يغصبونا نتزوج عيالهم حتى هم متزوجين ومخلفين، وإحنا بعدها على طول هربنا. أرسلوا بعدنا رجال وقالوا لهم يقتلونا ويدفنونا في أرضنا. خلاص يا بنتي خلاص، شكلك انت عبات، نرجع نتحاكى في وقت ثاني. تسلموا لنا يا شيخة، أنا وأختي والله نشكركم ألف شكر. ورحب بكن في القرية، وعد أخلي بنتي عبير تخرجكن للقرية وتعرفكن على ناسها. لسوء الحظ اليوم المشؤوم بسبب القتل الذي صار، جاسم وحاسم كانوا من أحسن وأفضل شباب القرية. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. معلش يا بنتي، شكلش تعبة أو شيء؟ هي تعبة من اللي مرينا فيه هذا الأسبوع يا شيخة، اللي مرينا فيه مشو قليل. أكيد أكيد يا بنتي، الله يكون في عونكن. اللي مر عليكن الصدق مشو قليل. متأكدة إنك صبحتي من النوم كل اللي عم عبد الله؟ قلنا أيوة المرة المليون. ما نجاري بنحس إنه يقوم ويشك فين كنا ويسألنا. يا روعة اهدي يا روعة، الأيام اللي عتجيك كلها توتر وقلق. هذا الموضوع ممكن يوصل للموت، احنا ما جيناش نلعب. وبعدين يا حبيبتي لو انت ضعيفة روحي البيت، أنا أتكمل المهمة لوحدي. اقتليني ولا ارجع لهذاك البيت اللي ملان أمراض نفسيين. أنا أحسن لي جسمي عش ولو أنت الكل مريضة نفسية. هذا المكان المناسب. خلاص نفسي امسك الشاي درة، انت ما بتسمعيش الكلام اللي بنقوله كل مرة. تفضلي يا اختي. أنا انتم داعي أنا انتم داعي. تمام؟ أيوة تمام، يلا نهرب يلا. درة ها يا شيخ. معلش يا بنتي، شكلش تعبة. الداعي فاطمة تبصر لكن الغرفة التي عترقدين فيها. فاطمة يا فاطمة. والله اني مستغرب، اول مره ابصرك يا شيخ سلفان تجي لي في النهار وبنفسك. اندري ما عملت انا قلت لك تتحاكي. ها ماشي. انا عارف انك عملت اللي قلت لك عليه امس، وانا ما جيت لك لهانه على سب هذا. انا جيت لك لهانه، على سب تروح لقطاع الطرق. تشتيني اقتل؟ اختار اثنين من اللي تقدر عليهم. وخذ هذه الورقة وارميها جنبهم، فاهم؟ حاضر يا شيخ. ابشر.
تعرفيني يا اختي؟ ايوه اعرفك. لا يكون رابط والكل ما بيعرفنيش. ما ادريش انا لازم. ها ليش مستعجل؟ انا داريه ان كل ما جاء من وقت رجالكم بيتزوجوا من نسوان القريه. امي عوالم مشي ناوي يتزوج رابط ولا القاعد عندكم ما بيتزوجوش؟ انا اسف انا لازم امشي. ريع ليش مستعجل؟ لو حكيتني شدي لك هذا العسل. الله يخلي شكرا ما اشتيش انا لازم امشي. ما يشتي منش المجنون هذا او شي يسرقش. انا داري السرقه بتجري في دمه. يا اخي لا تفهمش غلط، هي الذي وقفتني هي مالك. ايوه انا اللي وقفته وقطع الطريقه. وبعد ايش تعرف؟ ليش انتوا واهل القريه بتخافوا منه؟ عن اذنكم انا لازم امشي. ليش مستعجل؟ ما عجبكش العسل قول لي. لا يا اختي شكرا الله يخليك. ما تشي منا اصلا انت. نبي الضيوف عندكم انا عاد احاكيها سيري وعتعرفي في البيت. السلام عليكم. صدق الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا شيخة، تفضلي اشربي شيء. تسلم ربي يحفظك يا عبد الله، خيرك سابق ومشيش اتعبك، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا شيخة. قل لي يا عبد الله، ما رأيك في موضوع البنات؟ شايفهن بنات ناس وبنات أصول، لكن الحياة قست عليهن. طيب يا عبد الله ما تذكرش إن حد جاء من زمان لقريتنا وجلس فيها؟ أنا أحس إن الموضوع غريب شوية. أنت اللي ما تذكريش يا معجبة، أنا أذكر كل شيء وكل اللي حصل، لكن ما عاد تكررش. الشيء هم شو حاسة بشيء غلط ولا لا شيء؟ لا 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 أنا ما قصدتش هكذا. أنت عارف يا عبد الله إن إحنا عمرنا ما غلقنا أبوابنا أمام عابر سبيل، فما بالك من بنات طالبات الأمان. أنا غير بين أفكر في الموضوع معك. ومهاب عمره ما رد إنسان طلب مساعدته، ما بالك بثنتين بنات لا حول لهن ولا قوة. صحيح، الكل عارف إن الشهامة من شيمه. على العموم مهاب قال لي إنه جلس معاهن يومين قبل ما يجيبهن لعندي، وتأكد إنهن بنات ناس بس محتاجات مأوى. حلو، إن شاء الله ما يكون إلا كل خير. ها، أشتك تمكني هذه الرسالة. حاضر يا شيخة. أستودعك الله. في أمان الله. ايش بك يما؟ مدري ليش لو ما ليث بيغيب بين أحس إنه قلبي بينقبض، كأنه واقع في مشكلة. بالعكس، أهل القرية الآن في توتر، هذا أكثر وقت بيكون ليث قلبه بارد. وهو هذا اللي بيقلقني يا ابني، إن القرية في توتر، ولو صار له هانك وفعل مشكلة وإن إحنا في بير من المشاكل. قسما بالله إنه الوضع ما يقلقش، لكن أنت اللي بتشليني. قوم يا ابني، قوم اتفقده، لا يكون مع الرجال ولا صار مكان ثاني. حاضر يا شيخ عوالم، أمرش على زيرو بسلام. إكليل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا شيخة؟ الحمد لله، بارك الله فيك. شرفا هانا ولا خارج؟ أيوة في الديوان أصيح له؟ ماشي، لا مش هدخل أنا لا عنده. داغر، ما تسلمش على أمك؟ كيف انت يا امي؟ الحمد لله يا ابني، الله يحفظك. يا داغر،
بلنش قلبك ولو حتى شوية على أهلك. أنت داري إنه عن إذنكم يا شيخة، عاد سير بسير الرجال اللي قلتي عليهم وانتظري لي. خلاص يا داغر، سيروا لما ترجع نتحاكى. هي مسألة وقت وعيرجع لحضن أمه. أنا عاد أخليه يرجع لها عندش عاجلا غير آجل. إن شاء الله. تفضل يا شيخة. وحيا وقواه ملانة الدنيا. حياش الله انت يا ام فاطمه، والله العظيم من القريه حقكم تجنن. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي عبير بنت الشيخة. ما شاء الله. ها هننتين وهولا يا عبير درة وروعة. جوا اليوم الصبح مع عمش عبد الله. ايوه قد حكاني عمي عبد الله عليكن وكنت متحمسه اني ابصركن. اهلا وسهلا، انستونا وشرفتونا. هي انا لنا الشرف، انا دره. وأنا روعة. معلش يا روعه، تعبه او في الشيء؟ شوية. ما بالله تعبة مع الطريق، واعتقد الجو مأثر عليها قوي، مع انها حاولت تنام لكن ما بش فايدة. لانه مش هو وقت نوم. اذا بصرتوا القريه او خرجتوا هذاهم جوا اليوم، خليهم يرتاحوا خطوة يخرجوا. إذن هذا ما تحتاجه الفتاة، نزهة في القرية وسيزول التعب على الفور. يلا خرجنا. سهل يا بنتي، روحوا معاها وانا عاد اكلم الشيخة ان عبر شلتكم تفرقكم على القرية، وانا احضر لكم الاكل عبال ما تجوا، لكن لا تاخروا. اول مرة بصير حد من خارج القرية، والحالي ان انتن بنات نفعل حاجة تجنن. يو الحلا. هيا وسهلا بالشيخة ماجبة. هيا وقوة. حياك وأبقاك يا شرفان، حياك. إكليل اجلسي، اشتي حاكيش انتي وشرفان. أنا عارفة إن مقتل جاسم وحاسم شيء مفجع، لكن إن شاء الله أنا عاد ألاقي القاتل. بعد إذنش يا الشيخة ماجبة، للمعان ندور والقاتل معروف. راعي اسمع الشيخة ايش تشتي تقول. تأكد إن أنا عاد ألاقي القاتل وعتاخذ قصاصك مني يا شرفان، لكن اشتيك تعرف وتفهم إن قطاع الطرق ما لهم أي علاقة بمقتل جاسم وحاسم. خير 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 إن شاء الله خير. استأذنكم. الله معش يا شيخة. لا تقلقش، الشيخة عاد تاخذ بثر عيال أخوك. إن شاء الله إن شاء الله. قومي ادينا لنا حاجة ناكلها. اتفضل يا ولدي، سلم على الأهل. الله يسلمك. في أمان الله. يا الله خرجنا. مالك يا ليث؟ ايش فيك؟ كل شوية وجيت لي تشتري حاجة ولا شيء؟ ريحان قد جيت لك يا ام عبد الله، هذه أول مرة أجي لعندك. يا ولدي عادك جيت قبل شوية. خلاص برد لك. قل لي ايش فيك ضابح؟ أبلا يا ام عبد الله، ايش تقول لي يا ام عبد الله؟ هل أنا فعلت مشكلة في القرية وما أناش داري؟ ايش عرفني أنا؟ أنت اللي تعرف أنت. قل لي أنت حاسس إنك عملت غلط؟ لا ما أظنش إني فعلت أي حاجة، لكن قل لي المشكلة التي حصلت في القرية، الشباب الذي قتلوا دريتوا من اللي قتلهم ولا لا؟ لا يا ولدي ما عرفناش من هو. أنت عارف شيء؟ ما أناش عارف، بس أنا مضطر أعرف، لأن التهمة عتلصق فيني أنا. الناس بيعاملوني بسوء يا عم عبد الله.
يا ولدي اهدى الله يحفظك. الناس كلهم عايشين حالة قلق وتوتر. أنت إيش اللي قلقك؟ راسي بيوجعني يا عم عبد الله. خلاص اجلس اهدى. طيب ادي لك حاجة تشربها وارجع لك. اجلس. انت انا وين ابصر عم عبد الله بيدلعك كثير هذا اليوم تين. ولا بيدلعني من حقي. اشتيها اشرب. اشرب وبقي لي. لا تشربش كله. يا اخي انا اكره الطبيعه، هذا الذي فيك. دائما كل ما ادي لك اي حاجه تشفط ابوها. حالي يا قوي الصدق. قوم امي عوالم بتدور عليك من الصباح. يلا ماشي امشي انا اجلس هنا. ايوه اجلس هنا. سوي لنا مشاكل في القريه وخلي كل الناس تجي تشتكي عندي. امشي يا ليت ولا قسما بالله اخلي امي عوالم تجي الان تسلحبك. يلا اول شيء لا ترفعش صوتك. تمام؟ ها؟ لا ترفعش صوتك. ما دخل امي عوالم. هي غلطتي انا اصلا. والله عاد احاكي. لا تحاكي يا شيخ. والله عاد احاكي. والله هذا جزاتي. انا مخبي لك 4 ارانب قلت ناكل انا وانت. طز فيك. ارانب؟ ايوه. ترشيني؟ لا ما قال علاش هالشيء؟ عشان ما حاكش امي عوالم. لا ولو تشتري 5 شدي لك. خلص خليهم 6. 6؟ ايوه يلا 6 ديري 6. تمام حاضر، لكن تاكلني معك. هيا يعني جبتهم لي وقاعد تاكلهم معي. دلني. والله ما حد ذلني غيرك. خير بس اخذ هذه. وين وخل حقي يعني اطلع معك ولا كيف؟ انا مشي يلا. يلا صابر. ايش سويت؟ روعة ايش انا مالش انت وش القرقة هذا؟ كاين انت بتقولي العالم كلهم يبصروني انا فاعلة مصيبة. يا دره والله نبي نحاول، كل الموضوع صعب علي قوي. هميني ساعة ليش ولا يوقع ليش اي حاجة وانتي معي ابدا. ايوه صح ذكرت. بطلي المجابر والضحك والزبج مع عبير. كان انت جيتي في رحلة ولو بحاجة ولا شي حكيتيني علشان ادرى. ياه ديتي للتخلف. ايش انتي؟ ساعة تقولي لي مشيش مسح وضحك، ساعة تقولي لي مشيش قلق وتوتر. الشيء انا عندي حل. انا اتحنط اريح لي واريح ليش. وبعدين انت دايره انه لازم نتداخل مع اهل القريه ونتعامل بود، فضروري المزح والضحك. وبوكي وجه جنكيز خان هذا وتعاملي بود شويه عشان يقولوا لنا عن موضوع منجم الذهب. شو هذا اللي احنا جينا علشانه؟ صح مش حق. انا دايما على حق لكن ما بش بنكتشفني. ناهي رقدي يا انا ابغى اتعصرش.